فوز مهم قوي النهارده على سيراميكا، ولكن الاداء لسه برضه زي الزفت. من ساعه ما شجعت كوره عمري ما شفت الاهلي اخر 10 دقائق مضغوط. طول عمره هو اللي بيبقى ضاغط. هو في ايه الشوط الثاني؟ انتوا مالكم الشوط الثاني؟ انتوا بتنزلوا فرقه تانية ليه؟ يعني برضه لولا الحظ كنا هنتعادل او ممكن نخسر النهارده. عمر كمال ده انا نفسي اعرف هو بيلعب كوره ولا بيلعب ايه؟ انا نفسي اعرف هو دماغه عامله ازاي. يعني الكوره اللي في اخر الماتش دي هو لوحده وقف وتاه. اعمل ايه يا نهار ابيض؟ اعمل ايه انا والجون؟ اعمل ايه يا عم؟ ده يا عم مش عارف تلعب كوره؟ انت الكوره خلاص ما بقتش في دماغك؟ ما هو مش طبيعي ده. يعني انا مش عارف اللعيبه بتنزل الشوط الثاني ليه عامله كده، بيتغيروا بيتحولوا ليه؟ دي مشكله اكيد في اللياقه. طب ما هي لو في اللياقه ما تشوفوا يا عم مدرب احمال كويس. ويكهام برضه مصاب وطالع شد في الخلفيه. هو في ايه؟ مش ده النادي الاهلي؟ الحمد لله على المكسب النهارده، ان شاء الله يكون المكسب ده دافع ليهم. بس احنا لسه مش مبسوطين من الاهلي. بس برضو المفروض ندي لكل الناس حقها. مروان عطيه المفروض هو اللي ياخد مان اوف ذا ماتش مش تريزيجيه، مش عشان دخل جون يبقى هو المان اوف ذا ماتش. وطبعا هاني ما شاء الله عليه بقاله فتره بيأدي اداء حلو جدا، وتريزيجيه النهارده كان شغال. بس انا مستغرب من عمر كمال، انا مش عارف اديله اي مبرر على اللي هو عمله على الكره الاخيره دي. اكيد كلنا شفناها. الحمد لله على الفوز والثلاث نقط، بس احنا لسه برضه مش عاجبنا النادي الاهلي. سلام.